محدش يضربه، محدش يضربه، محدش يضربه، محدش يضربه. الجيش اهو هيتصرف، محدش يضربه. الجيش اهو، الجيش اهو خلاص. الجيش خلاص موجود. خلاص محدش يضربه. احنا كلنا واقفين اخوات كده، مش هينفع كده كلهم اتهبلوا. عايز نلاقي الناس. ها؟ ايه؟ بالراحه بالراحه بالراحه. خلاص وقع على وشه، وقع على وشه، وقع على وشه يا جدعان، وقع على وشه. مش عايزين حد يموت، مش عايزين حد يموت. ما نموتش حد، احنا مش عايزين نموت حد، هنا مش عايزين نموت حد. انتوا يا عم كلمني اللي هيقف يا ابني عن الايه؟ راح بس نفسك، اهم حاجه تلمس وشك. ما تحطش حتى عليها خل، ما تحطش اي حاجه. خلاص يا عم، خلاص انا حرام. خلاص يا عم.
مسلم وما بحبش اقول كده عشان انا مسلم يعني، ما بحبش اعرف نفسي بالديانه، ولكن عايز احكي اللي حصل امبارح. انا جيت ما لحقتش المسيره فقلت الحق عند ماسبيرو، فرحت كان ضرب قرب يعني الضرب خلاص ابتدى، المسيره داخله على ناحيه ماسبيرو، فالجيش ابتدى ضرب نار عشان يرد المسيره عشان كان عددها كبير. فالناس شافت كده طبعا صارت، وبعد كده في مدرعه هجمت على الناس وداست ناس كتير من الناس اللي كانت جايه من المسيره، وموتت اكيد ناس منهم. بعد كده ده طبعا كان تصرفات الجيش. ابتدى الامن المركزي يلتحم مع الجيش ويخش يضرب في المظاهره او في المسيره يعني، ضرب خرطوش وقنابل مسيلات دموع. ابتدوا يرجعوا الناس لورا، بعدين جم من فوق الكوبري ومعاهم بلطجيه. هتقول لي عرفت مين بقى؟ مين اللي جم فوق الكوبري؟ الامن المركزي ومعاه بلطجيه، وكان في افراد من الجيش بس وراهم. هتقول لي عرفت منهم بلطجيه. البلطجي ده بيبقى باين ان هو ماسك سلاح، سنجه، سيف، شومه، معاه ازايز وعمال يحدف، اكيد ده بلطجي. ولما تلاقيه داخل مظاهره اكيد، او لو هو داخل مظاهره بايد الجيش مش هيخش يسب الدين، وبعد ما يسب الدين يقول لك اسلاميه اسلاميه، الحاجه اللي هم محافظينها لهم عشان يعملوا فتنه بين المسلمين والمسيحيين. انا كنت مع المظاهره، انا مسلم، كنت مع المظاهره اللي هي ماشيه مع المسيحيين. ليه؟ عشان ده حق. لا مش هفكر بقى ده مسلم ولا مسيحي. فلما افكر ان في ناس ليها حق هقف مع اي حد مهما كانت ديانته. ليه؟ احنا كلنا بني ادمين وعايزين حقنا عشان دي بلدنا. فاللي جاي من بره ده وجاي يقول لك اسلاميه اسلاميه ويسب الدين ويعور ويضرب ويموت ناس، اكيد الحاجه دي معموله ومتدبره قوي. ليه؟ مش عايز يفرق ويعمل حاجه، عايز يولع في حاجه عشان يعمل اللي هو عايزه. فبعد كده طبعا الاهالي اللي جنب ماسبيرو مش عارفه اي حاجه، فافراد من الجيش كانت بتروح تتكلم معاهم بتقول لهم يعني، ده حد من الاهالي قال لي والله الكلام ده، قال لي ان الضباط بيموتوا في الجيش وبيحرقوا المصحف. انت شفت حاجه من ده؟ لا طبعا، لو شفت حاجه زي كده كنت هعرف، اكيد كنت هرضع اللي بيعمل كده، عشان برضه اللي هيعمل كده هيبقى دخيل، جاي يولع في حاجه، جاي يعمل حاجه غلط. واحد تاني صاحبي كان بيكلمني بيقول لي انا في المترو، والاذاعه في المترو بتقول الحقوا الضباط عند ماسبيرو بيموتوا في الجيش، بيموتوا منهم عساكر وبيحرقوا المصحف عشان يسخنوا الناس. انت عارف الشعب ده الاذاعه الداخليه بتاعت المترو نفسه؟ ناس تانية كانت في رمسيس المرور كان موقفها، فالناس بتنزل تسال امراء الشرطه في ايه؟ كان منهم واحد صاحبي كان بيسالوا في ايه؟ مش عارف او بيعمل مش عارف، فبيقول له المسيحيين عند ماسبيرو بيموتوا في الجيش، بيموتوا منه عساكر، نفس الكلام، وبيحرقوا المصاحف. ليه؟ حوالي واحد قبل واحد مشيت على 12 كنت في وسط البلد، الجيش كان بيزنق الناس في الشوارع الجانبيه، في شارع التحرير، في شارع صبري ابو علم، كان بيفرقهم عشان كان في مظاهره بتقول لك الجيش والشعب ايد واحده. الجيش كان حاميها طبعا في الصينيه في التحرير، وعشان التلفزيون الجميل المصري يصور الكلام ده يقول لك ما الجيش والشعب ايد واحده اهو، وايه اللي بيحصل ده؟ فتنه طائفيه. منهم لله، منهم لله، منهم لله. يبقى انت اكيد في مصر، اكيد في مصر، يبقى انت اكيد في مصر، يبقى انت اكيد في مصر، اكيد في مصر، يبقى انت اكيد في مصر، يبقى انت اكيد في مصر، اكيد في مصر، يبقى انت اكيد في مصر.
أكيد في مصر. يبقى أنت أكيد 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 أكيد في مصر. ويبقى انت اكيد اكيد في مصر. يبقى أنت أكيد